لا يجوز للمسلم أن يكون موظفا في البنك ولو كان جامع قمامة. ده مضمون بوست كتبته صفحة على فيسبوك اسمها مقام المسلم. طب وإيه المشكلة؟ ما دي فتوى ومنسوبة لإمام كبير كمان زي الإمام الألباني. ثانية واحدة، طبعا لما صفحة زي مقام المسلم دي تكتب كلام زي ده، ايه هيحصل؟ هتلم لايكات وكومنتات والناس تشير ومحدش يقدر يعترض، دي فتوى الامام الالباني. لكن اللي ما بتنشروش صفحات زي دي هو فتاوى تانية بتجيز المعاملات البنكية، ودي مش جديدة ولا من عصر السوشيال ميديا حتى. فتاوى من علماء كبار زي مثلا فتوى شيخ الازهر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي اللي اجاز المعاملات البنكيه، وزي فتوى الدكتور شوقي علام المفتي السابق، وزي فتاوى كتير من شيوخ دار الافتاء. طب وايه المشكله؟ ما التنوع مطلوب. صحيح التنوع مطلوب، وصحيح مفيش حد واصي على حد، بس اولا الفتوى لازم تطلع من الجهات الرسميه المعتمده في الدوله زي الازهر والافتاء. انما هل احنا عارفين مين اللي ورا الصفحات دي وهدفهم ايه؟ ثانيا البوستات اللي زي دي ليها تاثير اقتصادي كمان. ما هو لما الناس تقتنع ان معاملات البنوك حرام من غير ما حد يقول لهم لا ده الازهر والافتاء اجازهم، هتجري وتشوف بديل تاني، والبديل التاني ده هتبقى نتيجته اقتصاد موازي وسوق سودا او ضحايا جدد للمستريحين. فهل ممكن نشوف قريب خطوات لمواجهة فوضى الافتاء على السوشيال ميديا؟